كاين مرات تلقى عنده مظهر تاع لحيه وكذا، فاهم يعني يا اخي انا ندير لحيه، مش قال يهضر قال بعدين تلقاه يخدع في تجاره يا عجبه. باش تدير مظهر يدل على التقوى والصلاح، لو كان بديت في الاصلاح من الداخل ومن بعدين ظهر عليك خارجا، لان نعرفوا ناس ليس عنده مظهر ولكن نحسبه والله حاسبهم افضل منا بكثير. انا اتكلم عن نفسي على كله، اراهم بعض اخواننا افضل منا بكثير، ليس عليه هذا المظهر. ابو لهب على سماه ابو لهب كان جميل المظهر، شمس شاعله ابو لهب، صح تبت يد ابي لهب. لما يصلح الظاهر ويفسد الباطن ما كانش فايده. هذا تعليم، هذا توجيه لكل الناس بدءا من نفسي وصولا إليكم. تلقاه ربما عنده نصيب من العبادة وعنده نصيب من العلم وعنده نصيب، لكن الأخلاق زيرو، حلال حرام بدعة سنة والآخر والمنهج كذا. بعدين لما تعاملوا تلقاه شرس الأخلاق، وتولي تفقد الثقة في كل الناس.